اللي مخزن أجهزة كهربائية شربها خلاص. جدول بالمنتجات اللي أسعارها هترخص، منتجات كتير أسعارها هتنزل لأكتر من النص تهمنا كلنا وهنعرفها مع بعض. الفترة اللي فاتت كلنا اشتكينا من غلاء الأسعار الغير طبيعي في كل النواحي، حتى الأكل والشرب، واللي عنده تلاجة ولا غسالة عاوزة تتغير مش عارف يغيرها بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار. وعشان كده هنعلن عن جدول بالمنتجات اللي هترخص لأكتر من النص، وده بسبب إعلان مصر الانضمام للبريكس. يعني هترخص من قبل ما حتى مصر تنضم للبريكس، فلو ناوي تشتري أي حاجة منهم استنى شوية، وخصوصا الأجهزة الكهربائية. بعد شهرين من دلوقتي الأجهزة الكهربائية هترخص وهتنزل 50%، ومع دخول السنة الجديدة تحديدا في شهر يناير هترخص ل70%، وأي عرسان يقدروا يتجوزوا بكل سهولة. مش كده وبس، ده حكى أستاذ عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات إن وكلاء العلامات التجارية BYD الصينية ولادا الروسية وميكروباص كينج لونج إن انضمام مصر للبريكس خطوة مهمة جدا. ده غير إنه هيقلل من هيمنة الدولار على العملة الاستيرادية بالنسبة للدول الأعضاء، وده معناه إن العربيات هترخص رسميا، لأن معظم العربيات اللي في مصر من شركات صينية وروسية، والاتنين منضمين لحلف البريكس. والعربيات الروسية في مصر بتقتصر على لادا، أما الصينية في أنواعها كتير جدا زي شيري وهافال وشانجان وام جي وجيلي وجيتور وBYD وبايك وبيستيون ودونج فينج وغيرها. وفي حالة انضمام مصر بشكل رسمي ده هيترتب عليه إن أسعارهم هترخص، فبالتالي إجباريا أسعار العربيات اللي من أنواع التانية والدول التانية هترخص عشان سوق المنافسة. مش كده وبس، ده أسعار الأخشاب هترخص وكل منتجاتها ومشتقاتها، يعني غرف النوم والمكاتب والأدوات الخشبية ومستلزمات الفصول وبعض الصناعات. ده غير الهبوط في أسعار الدواجن اللي أسعارها بتغلى كل ساعة عن التانية، لدرجة إن الكيلو بيوصل في بعض الأماكن ل70 و80 جنيه ويمكن أكتر، وده للفراخ البيضة مش للبلدي كمان. وده ترتب عليه غلاء في أسعار البيض، لأن ده هيحصل برضه هبوط في أسعار الدواجن إجباريا، وهيسبب هبوط في أسعار اللحوم والبيض والأسماك، ولكن تدريجيا. أما الخضروات والفاكهة واللي غليت بشكل مبالغ فيه حتى في سوق الجملة نفسه هترخص، وده بسبب قلة أسعار الفاكهة والخضروات اللي هنستوردها من الخارج، واللي بالتالي لما يكون سعرها قليل في مصر فأسعار الخضروات والفاكهة هترخص عشان المنافسة، وعشان هم كمان يقدروا يبيعوا. ومش هتلاقي تاجر محتكر نوع بعينه وبيبيعه مزاجه، لأنه لو عمل كده هتفسد عنده، وده لو حصل وقتها لازم تبلغ فورا عن أي حاجة تشوفها زي دي عشان ما تحصلش أزمات جديدة. ده غير إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن ثبات أسعار بيع الكهرباء ومفيش أي ارتفاع فيها لحد يناير، وده لأن في يناير مصر هتنضم للبريكس رسميا، وممكن وقتها يقل كمان أسعار الكهرباء. يعني الموضوع مش واقف على الثبات بس، الحكومة والرئيس بيسعوا يوميا